السلام عليكم اعزائي المشاهدين. اليوم جيتكم بوصفه جديده. وصفتنا النهار اليوم هي وصفه التختوخه. التختوخه اللي حبيت نديرها معكم اليوم هي تختوخه على طريقه الناس بالسكر، يعني تختوخه بالسكريه على اصولها. اذا اعزائي المشاهدين باش نحضروا هذه التختوخه نسحقوا المقادير اللي راكم تشوفوا فيهم الان، مقادير جد بسيطه. يعني هنا حنركز بوكو بليس على المرق. بالنسبه للتختوخه يعني لاباط تاع التختوخه اللي حنديروها انا كنت سبقت ودرتها. هنايا راني بديت نحضرها من قبل. اذا هاي ليك معنا هنا لي بولات كيما راكم تشوفوا هنايا، هم ليك العجينه تاعنا هنايا تاع التختوخه. من بعد حنطيبها او ميم طون. هنايا درت هذه بولات، درتها هكا كويره، درت لها الزيت وغطيتها. هنا حنطيبها. هنا انا قلت راني ديجا درت لا غوسيت تاعها، اللي حاب يدخل اي في الفيديو طريقه تحضير التختوخه يعني بكل جميع المراحل. انا مش حندير المراحل، حنطيبها ديريكتومون. قلت حنركز بوكو بلوز على المرق. مي كي يكون طيب معليش نوريكم شويه. الوغ هنايا نعاود نولي المرق ديالي. الوغ كيما قلت باش نحضروا المرق هذايا نسحقوا المقادير اللي راكم تشوفوا فيهم الان، مقادير جد بسيطه. هنايا حنديرها بالدجاج. هنا راني خيرت زوج قطع دجاج، درت لي كبيس يعني دو بريفيرونس يكونوا بلي كبيس. اللي يحب يدير باللحم نورمال تقدروا ديروا باللحم الغنمي ولا البقري كيما تحبوا، يعني مي انا نفضلها بالدجاج. بالنسبه للخضر نسحقوا حبه بصل متوسطه الحجم، نسحقوا راس توم. بالنسبه للخضر اللي حنستعملهم هنايا نسحق زروديه والبطاطا. كيما راكم تلاحظوا هنايا زروديه والبطاطا اللي استعملتها صغار، حبيبات صغار. علاش؟ على خاطرش ماشي حنقطعهم، حنخليهم هكذا طوال. يعني هذه هي الطريقه تاعي اللي حبيت يقيد ليها. واللي حاب يقطعهم كيما الخضر اللي نقطعهم في الطعام يقدر، يا با بروبليم. انا حنديرها بهذه الطريقه وتخرج النتيجه رائعه. اللي حاب يديرها يعني ننصحكم بها. هنا بالنسبه للجزر كيما راكم تشوفوا انفيرون واحد نص رطل. البطاطا كيف واحد نص رطل. هنا الجزر حيطيب مع المرق، بصح البطاطا حنغليها. يعني هنا درت الماء باش نبدا نغليها، يعني حنطيبها وحدها نغليها ومن بعد ندخلها في لاصوص. دوك تشوفوا الطريقه. نعاود بالنسبه للمقادير قلت نسحقوا حبيبه بصل متوسطه الحجم، راس توم يعني يكون شويه كبير، جزر نص رطل، بطاطا كيف نص رطل، حبيبه حار حنحطها مع الاخر. نسحقوا حفنه تاع الحميصه المشمخه، نسحقوا حبيبه طماطم. هنايا ولا كانت كبيره ديروا 3 حبات، اذا كانت صغيره كيما هنا درت 5. هاد الطماطم تاع الصيفيه. نسحقوا طماطم مصبره حوالي ملعقه كبيره ندوزو بها. هنايا هذا المكون ما باليش ولا تعرفوه، مي هذايا هو اللي مد الذوق ولا هذيك اللمسه سبيسيال تاع التختوخه. هذا اللي نقربه لكم هاوليك. هذا اسمه الهرمس. الهرمس هذا اللي ما يعرفوش هو عباره عن مشماش مجفف، يعني مشماش يبسوه ماشي بطريقه اللي نديروا بها اللحم الحلو، يعني بطريقه واحده اخرى. هذا يحطوه مع الاخر يمد واحد الذوق ما نقولكمش، ذوق رائع. هنا بالنسبه للتوابل كما راكم تشوفوا انا درت هذا المزيج تاع التوابل. هذا الخليط تاعي ولا من اكتشافي بالصدفه. يعني هنايا انا هذا وليت بزاف هذا الخليط تاع التوابل نستعملو في المرق تاعي لي سورتو لي صوصوش. انا حنستعمل هذا الخليط تاع التوابل. دوك نقول لكم واش كاين داخل. هنايا كاين فلفل كحل، القرفه، فلفل عكري، فلفل حار، الكمون، الكرويه وراس الحانوت. هنا هاد المجموعه من التوابل اكتشفتهم بالصدفه. خطره كنت نحكي لكم على هاد اون بغيف كيما يقولك على هاد الصدفه. عمرت لي بواط تاع لي زيبيس ديالي اون فوا، وكي كملت طاحوا لي كامل فوق لاطابل. تخلطوا كامل هذاك المزيج، تخلط لي كامل، درتهم دون اون بواط. خطره كان كانوا خاصيني توابل، قلت بوكوا با نسيي. درت اون كويير في لاصوص تاع المقارون. ايبان جاتني واحد لاصوص وليت ما نستغناش عليها. ودي دائما ندير هذا الخليط تاع التوابل. اذا ننصحكم به باش ديروه في لي صوص. اذا قلت لكم هذا هو الخليط تاع التوابل. حندير اون بون كويير غاسو، ندير ملعقه كبيره في الخليط ديالي ولا في المرق ديالي تاع التختوخه. اذا اعزائي المشاهدين ندوز مباشره لطريقه التحضير اللي حتكون كالتالي. اولا وقبل كل شيء حندير البطاطا تاعي تغلي لي في الماء. ماكو نعاود نولي البطاطا تاعي تغلي. هنا حندير الطاجين تاعي سخون، راني حابه حنبدا نطيب المعارك تاعي ولا التختوخه ديالي. اذا ندوز مباشره. اذا كيما راكم تشوفوا انا بديت نحل المعارك ديالي لهنايا كيما راكم تشوفوا حنطيبهم. اذا شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها، يعني تجي نتيجه رائعه. قلت لكم اللي يحب يشوف الطريقه عاودوا دخلوا للقناه وشوفوا طريقه تحضير التختوخه بجميع المراحل.
اذا هنا حنكمل نطيب الشخشوخه تاعي. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا البطاطا تاعي خلاص راهي غلات، يعني ما خليهاش تغلي حتى تطلق روحها، نخليها شويه حكمه روحها. هنا حنطفي عليها ومن بعد نخليها تبرد ونقشرها. بون كيما راكم تشوفوا هنايا هم ليك الشخشوخه تاعنا ولا المعارك هنا كيما نسموه في الجزائر العاصمه. هنا راني كملت معي، شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها، نتيجه رائعه. اختكم دخلوا شوفوا الطريقه. هنا حبيبه درتهم معارك هنشربوهم هنا مع لاتاي. لاتاي هذا كيف المره الجايه نوريكم طريقه تحضير لاتاي على طريقه تيميمون. هذا عطاه لي واحد السر تاع تحضير لاتاي من تيميمون، هو اللي عطاني السر ايضا كيفاش تحصلوا على هذا الرغوه. بنعطيكم السر تاعها بسيط جدا، استنوني في فيديو اخر ان شاء الله. اذا هاي لي هنا الشخشوخه تاعي راهي واجده، نكمل نحضر المرق ديالي ونعاود. باش نقطع الخضر ديالي، ناخذ حبه البصل تاعي والثوم نقيهم مليح وحنسكرفجهم رقاق، يعني نسحقهم مسكرجين باش نحصل على ان صوص ثقيله. هنا فقط للتذكير انا كنت نسيت ما ذكرتش في المقادير، نسحق ايضا بيان سور الزيت والملح ما نستغناوش عليهم بيان سور. اذا هنا نجوز نوجد البصل مع الثوم ديالي نجوز مباشره. ماما لان هنا نبدا نقشر الخضر ديالي بيان سور، نزيد نقشر الثوم ديالي بيان سور. هيا بعد ما نقيت البصل مع الثوم ديالي ندوز مباشره نسكرفجهم. انا حنسكرفجهم بهذا الرقيق. هنا نبدا نسكرفج البصل ديالي من العمليه تاعي. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما كملت سكرفجت البصل ديالي، اذا كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل لان ندوز مباشره نسكرفج الثوم تاعي كيف نسكرفجو رقيق هكذا. نكمل العمليه تاعي كامل مع الثوم هدايا. نقطكم راسي يكون كبير لا باس به هكذا. نكمل مع كامل الكميه اللي عندي ونولي. الوغ كيما راكم تشوفوا انا بعد ما زدت سكرفجت الثوم مع البصل بهذا الشكل ندوز مباشره ندوزن المرق ديالي. الوغ هنا ناخذ الطنجره تاعي نبدا ندوزن. اذا ناخذ اولا البصل مع الثوم تاعي نحطهم بيان سور كما راكم تشوفوا. اذا البصل اولا، نزيد الثوم كميه تاع الثوم. هنايا بعد ما ضفت البصل والثوم ناخذ الزيت تاعي ندير حوالي 3 معالق تاع اللي ندوزنو بهم، وحده زوج 3. نزيد نجيب الملح. اذا نزيد نجيب الملح ندير حوالي ملعقه تاع القهوه. هنا نزيد نصف ملعقه تاع القهوه هكذايا. الوغ هنا نخلط هاد المكونات مليح هكذايا. نزيد نجيب الخليط تاع لي زيبيس تاعي اللي ذكرتو. الوغ هاوليك الخليط ندير ملعقه كبيره تاع الاكل هكذايا كيما راكم تشوفوا هكذا. هنا بالنسبه لهذا المزيج تاع لي زيبيس حنعاود نولي ليه في الاخير، نزيد شويه نضيفو مع الاخير هكذا بعد ما خلطت مليح هادو. اذا ناخذ الدجاج تاعي هاد 2 قطع اللي ذكرتهم ونضيفهم كيما راكم تشوفوا هنايا هكذا مباشره. ناخذ الخليط تاعي ونديرو فوق النار يتغطى عليه يتقلى عليه عفوا. اذا كيما راكم تشوفوا هنا راني درت الخليط تاعي مع الدجاج يتقلاو. هنا درت شويه كاسرونه تاع الماء تغلي نسحقها باش نمرق بها. هنا ناخذ هاد الحفله تاع الحميصه ديالي مباشره نضيفها كيما راكم تشوفوا هكذا. نخلي هاد المكونات تاعي يتقلاو لي مليح، نغطي على الطنجره تاعي ونعاود نولي. انا في الوقت اللي راهي لاصوص تاعي ولا الدجاج مع البصل والثوم راهم يتقلاو، هنا ناخذ الطماطم تاعي ونسكرفجها. اذا ندوز مباشره. الوغ هنا ناخذ الطماطم تاعي ونبدا نسكرفج فيها.
نكمل العمليه تاعي كامل مع الطماطم اللي عندي نعاود نولد. يعني كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما سكرفشت الطماطم تاعي، يعني كيما راكم تشوفوا هنا هذاك القشور كاع تخلصت منه، نسحق غير هذا اللوب اللي لداخل. اذا ندوز مباشره نضيفها فوق لو ميلونج تاعي اللي راهو يتقلى. اذا ندوز مباشره. اذا كيما راكم تشوفوا هنايا لو ميلونج تاعي هنا راهو يتقلى. ها هيك هنايا مباشره نزيد الطماطم ديالي. الوغ هنا هذيك الطماطم تاعي نضيفها مباشره في الدجاج هكذا. نعاود نروح نعاود نغطي عليها. اذا ناخذ القوه تاعي نغطي عليها ونروح نوجد الطماطم المصبره تاعي. ناخذ اناء كما راكم تشوفوا هكذايا، ناخذ طماطم مصبره تاعي. هنا ندير حوالي ملعقه هكا كبيره اللي ندوزنو بها هكذا. هنا واش حندير مباشره ناخذ الماء السخون تاعي اللي راهو يغلي كما راكم تشوفوا. نهار لك الماء تاعي هنايا بعد ما سخن هكذا مباشره نضيف فوق هاد الطماطم المصبره هكذايا. ندير واحد انفيرون كاس هكذا. الان واش حنزيد ناخذ ملعقه تاع القهوه هكذا نزيد ندير هذاك لو ميلونج تاع التوابل هكذا ونخلط مليح هكذا حتى تذوب الطماطم تاعي. اذا كيما تشوفوها وليك بعد ما تحلت لي كامل مباشره نضيفها فوق لو ميلونج لو يتقلى. الوغ هاي لك الطنجره تاعي لهنايا شوفوا الحل عليها راكم تشوفوا هكذا. ناخذ لو ميلونج ديالي هذا تاع الطماطم المصبره مع التوابل نضيفوه من الفوق هكذا بهذه الحركه كما تشوفوا هكذا بحركه اليد نخلط هكذا بلا باش ما نخسرش الدجاج تاعي هكذا فقط. نعاود نغلق عليها ونخليها تتقلى. كما راكم تشوفوا راني بديت نقشر في الجزر ديالي في الوقت اللي راهي لاصوص تاعي طيب بيان سور. هنا فقط حبيت نعاود نهضر لكم على هاد ليكو. انا هنا خيرت هاد الجزر هكذا بهذا الحجم هاد النوعيه هكا حبيبات صغار. علاش؟ على خاطرش مانيش حنقطعهم كيما في لاصوص تاع الطعام ولا في ليصوص الاخرين. فقط نحي لهم هاد الجزء العلوي والسفلي هكذايا كيما راكم تشوفوا هكذا. نحي غير هاد الجزء بهذا الشكل. نكمل العمليه تاعي مع كامل الجزر اللي عندي. انا بعد ما كملت كامل الجزر ديالي كيما راكم تشوفوا هنا فقط الحبيبات اللي كانوا شويه طوال قطعتهم على زوج مباشره نروح نمرق لاصوص تاعي ونضيف عليها الجزر. الوغ هنايا مباشره نحل الطنجره تاعي هذاك دونك كيما راكم تشوفوا هايليك. هنايا ناخذ الجزر ديالي ونضيفوه هكذا حبات هكذا طوال. هنا لازم نشوف الكميه تاع الماء اللي مسحقتها هكذا. ناخذ الماء تاعي اللي كان يغلي ديجا من قبل هكذا ونمرق بهذا الشكل. كي نشوف الجزر تاعي تغطى كامل نحبس الماء هكذا. نعاود نغطي على طنجره الضغط ديالي كما راكم تشوفوا راني استعملت هنا طنجره الضغط. ونروح نقشر البطاطا تاعي اللي درتها تغلي من قبل. الوقت اللي راهي الجزر تاعي طيب في لاصوص هنايا كما راكم تشوفوا البطاطا تاعي هاي اللي كنت غليتها من قبل خليتها تبرد. ندوز مباشره نبدا نقشر فيها بطريقه عاديه بيان سور. كما نحي لها القشره ديالي من فوق بهذا الشكل. نكمل العمليه تاعي مع كامل البطاطا اللي عندي. انا نعاود نشوفوا هذيك البطاطا المغليه تاعي لهنايا بعد ما قشرتها راني وجدتها باش نضيفها في الاخر. هنا بالنسبه هذا الهرمس اللي كنت ذكرته من قبل هنا واش حندير له حناخذ اناء ندير فيه ندير له شويه ماء دافي نخليه يتنفخ شويه ونزيدوا لاصوص ديالي. الوغ هنايا ناخذ الاناء ديالي كما راكم تشوفوا. ناخذ حبيبات تاع هرمس هكذايا كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. هنا ندير انفيرون واحد على حساب الكميه اللي درتها ندير واحد 9 حبات هكذاك هكذا. هنا ناخذ الماء الدافئ كما راكم تشوفوا نضيفوه من الفوق كنخليه يتمخ شويه هكذايا بالماء الدافئ. نخليه واحد 3 مينوت باش نضيفوا لاصوص ديالي. نروح نشوف لاصوص تاعي اللي راهي طيب. انا كما راكم تشوفوا هاي لك لاصوص تاعي هنايا بعد ما طابت كما راكم تشوفوا كلش واجد. انا واش حندير لهنايا ناخذ البطاطا ديالي كما راكم تشوفوا هكذا نضيفها من الفوق. ماشي حنخليها بزاف جوست تاخذ لي الذوق تاع لاصوص هذا ما كان كما على بالكم راهي طايبه بهذا الشكل.
الو هنا بعد ما ضفت البطاطا نزيد هنا شويه ما تغطى لي البطاطا تاعي هكذا، يعني باش ما يسحقوا بهاد الحركه هكذا. الان ناخذ حبه الحار ديالي هذه نضيفها لداخل هكا باش تلقى لي الذوق. نروح نجيب الهرمس ديالي كما راكم تشوفوا. هاوليك الهرمس تاعي هنا بعد ما شمختو في هذاك الماء الساخن. اذا هكذا ندير حبيبات هكا من الفوق نصفيهم، ندير الحبيبات تاعي هكذايا بهذا الشكل، يعني نوزعهم على لاصوص هكذا بهذه الطريقه. الوغ هنا ناخذ القيوه تاعي نعاود نغلق عليها، نخلي لو ميلونج ديالي هذايا ولا المرق تاعي هنايا واحد 3 حتى 5 دقائق ونعاود نشوف النتيجه. في هنا لاصوص تاعي راهي طابت، ثاني حنحل مباشره هنا قدامكم تشوفوا النتيجه. الوغ كيما راكم تشوفوا هاي ليك لاصوص تاعي هنا بعد ما طابت. هذا هو الشكل تاعو النهائي. اذا شوفوا اعزائي المشاهدين هاي ليك لهنا لاصوص وهاو ليك الهرمس كيفاش ولا. نحاول نوريكم فقط بالملعقه اذا نشوفوا النتيجه يعني كيفاش كيتعاود طاب كيفاش ولا. اذا هاوليك اذا اعزائي المشاهدين هذا الهرمس ننصحكم به، يمد ذوق رائع. بالمناسبه نحيي زميله ديالي لا كوليك دو طرافاي اللي ورات لي هاد لاستيوس يديروها الناحيه تاع بالسكر، يعني مختصين في هاد الانواع تاع الوجبات تاع كيما تشختوخه. قلت هذا الهرمس يمد ذوق رائع. اذا اعزائي المشاهدين انا نطفي على الطنجره ديالي هنايا لاصوص تاعي راهي جاهزه كما راكم تشوفوا. نروح نسقم لاسيات ديالي، ندير هذاك المعارك ولا تختوخه نسقيهم بلاصوص بيان ونشوفوا لاسيات تاعنا والشكل تاعو النهائي في الاخر. اذا نتلاقاو فيما بعد. هذيك التختوخه تاعي ولا المعارك كما يسموها في الجزائر عارفين ماني حطيتهم في لاسيات. هنا راني رايحه نصفي لاصوص تاعي، نخلي غير لاصوص برك، نحي كامل الخضر نحطهم على جنب باش نسقي لاصوص ديالي في هاد التختوخه، وبعدين نزين الصحن تاعي بالخضر والدجاج. اذا نتلاقاو فيما بعد. يعني لاصوص تاعي صفيتها نحيت لها الخضر والدجاج، نسقي بها التختوخه ديالي ونعاود نسقمها بالخضر. اذا نجي مباشره داخل كيفاش جات. هاي جات عاقده هنا مباشره نبدا نسقيها من داخل هكذا. نحاول هاد لاصوص ندخلها كامل التختوخه ديالي لداخل مليح كما راكم تشوفوا هكذا. نحاول هنا هكذا نحل من داخل باش تدخل لي لاصوص. قلت هكذا نكمل نسقي لاصوص تاعي كامل، ندخل كامل التختوخه لداخل ونزهمها بالخضر والدجاج ونعاود ندخل الصحن تاعنا في الاخر. الو كما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين هاي ليك التختوخه تاعنا لهنا جاهزه في صحن التقديم. هذه هي التختوخه البسكريه تاعنا على الطريقه تاعي، يعني تختوخه بسكريه على اصولها بجميع اسرارها. هاوليك هنا نحاول نقربها لكم كما راكم تشوفوا بهذا التزيين يعني البسيط على الطريقه ديالي. اذا كما قلت لكم حبيت نزين هكذا، سي بوغ سا اللي قرديت البطاطا هكذا حبيبات والجزر ايضا هكا حبيته بهذا الشكل. وانا قلت يقعد الذوق اختياري بالنسبه لطريقه تزييني، حب يقطع البطاطا والجزر عادي كما موالف يعني يقدر ماشي لازم. هنا عطيتكم فقط فكره ديالي وانتم دبروا راسكم. هنا فقط اعزائي المشاهدين واش حندير رشه تاع الحشيش نأكد ماشي المعدنوس، حندير لها رشه من الفوق هكذايا هكا فقط بعض بضع رشات تاع الحشيش، يعني تعطي لمسه وذوق رائع كما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين. هذا هو الشكل تاعو النهائي تاع الصحن ديالي والطبق تاعي تاع التختوخه البسكريه. اذا عجبتكم ما عليكم غير ديروا جيم ولا كومنتير، واذا كنتم اول مره تدخلوا القناه ما عليكم غير ديروا ابوني باش يلحقكم على جديد في الاعداد المقبله ان شاء الله. بهذه الصور الجميله نخليكم ونقول لكم الى اللقاء.